صباح الخير من يوم جديد. هفطر الكوكيز دي مع النسكافيه. وحشني قوي النسكافيه الساخن فعملته، واحلى كوبايه نسكافيه بشربها بجد اللي بتكون في الكوبايات العاديه اللي هي بتاعه الشاي. بحبها قوي، بيكون الحجم بتاعها صغير، وبحب الكوبايات الازاز جدا، يعني بحس ان هي كده بيكون ليها تفاصيل مميزه بالنسبه لي. بس هفطرهم على طول وبعدين نشوف بقى احنا ورانا ايه. صباح الفل. ويا اهلا يا اهلا بالحلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. يلا بينا بقى على تنظيف وترتيب كل حاجه. بس والله انا عملت لكم تخطي ليومين، علشان اليومين اللي فاتوا كان عباره عن تنظيف، بقى تنظيف ولملمه كراكيب والهيصه دي. وانا قلت بقى مش ناقصه ملل، خليني اركز وابقى اصور معاكم الحاجات الكوتي موتي كده، الحاجات الكيوته. ترتيب ديكور، تنظيم حاجه، اوريكم النظام اللي انا عملته. مش ناقصه ملل في الفيديوهات بقى، واقعد امط علشان اوريكم تنظيف. وصاحيه صوتي مرهق قوي، بس عارفين انتوا الارهاق اللي بيكون معاه سعاده ان انت انجزتي حاجه عماله تكوميها فوق بعضها بقالك كذا شهر ونفسك تعمليها. فساعات والله الراحه لما بتكوني مرتاحه وانت عماله تسوفي وتاجلي وتكومي حاجات وحاسه بالعجز انك مش قادره تعملي الحاجات دي، الراحه في الوقت ده ما بتكونش مريحه نفسيا، بتبقي تعباكي نفسيا. انما لما بتبذلي مجهود وتبداي بقى تحققي الحاجات اللي انت عايزه تعمليها دي، تبتدي تحسي ان انت مرهقه جسديا بس نفسيا مرتاحه قوي ومبسوطه. فده الاحساس اللي انا حاساه. فصحي صوتي مرهق مع اني نمت كويس، وقلت لا انا هنام كويس، عشان يا جماعه النوم بيفرق في طاقه البني ادم. واصحى ادور على الطاقه ما الاقيهاش، يا اله الكون راحت فين. المهم لملمت كل الحاجات بتاعه ديكور رمضان في المنظم ده. انا كنت جايباه من لولا جيفت، هو الخامه بتاعته كويسه، كان سعره تقريبا 55 65 حاجه كده. بس السوسته بتاعته ضعيفه قوي ورقيقه قوي، محتاجه بقى تتعاملي معاها برقه موت يعني. فلملمت بقى فيها كل الحاجات اللي ليها علاقه بديكور رمضان. والساعه دي كان المفروض اتخلص منها لان هي باظت، بس يعني دي كانت من الحاجات اللي مسكت فيها السنه دي، مع اني والله تخلصت من حاجات كتير قوي، بس دي قلت اخليها السنه الجايه بقى ان شاء الله. بس قلت عشان الحاج يسو ساعات كده بيتألق وبيفضي الحاجات من هنا، فقلت لملمها في منظم واقفل عليها بالسوسته، وتمت المهمه على خير. والركنه كانت من الحاجات برضو اللي عملت لها تنظيف جاف في اليومين اللي فاتوا، فانا كنت كده بشيل منها الشعر بتاع كركور، بس محدش يقول لماما يا رب ما تسمعنيش. عشان كركور ما عندوش شعر اساسا، يعني هو مش بيعمل شعر اي خالص في اي مكان خالص، بتبقى حاجات بسيطه جدا يعني جدا، بس مش بتبان خالص في الالوان الغامقه، مش عايزه اقول لكم. فانا كنت بنضفها كده اول باول، اليوم بيومه يعني. انا كنت عامله الركن اصلا تنظيف جاف، اللي هو بجيب المسحوق الجل وبحط عليه شويه دوني، ولو حبيتي شويه خل صغيرين، ما حبيتيش انا مش بحب ريحته فما بحطوش. وابتدي بقى بفوطه انضف لو في بقعه في الركنه. عملت لها الحوار ده من يومين وسبتها تنشف وبقت تمام التمام. فانا بحاول احافظ على النظام ده. المهم بقى تعالوا اوريكم انا عملت ايه. شايفين الاوضه اللي كنت بشاور لكم عليها دي الاوضه اللي كان فيها سراير العيال في الاول، الاوضه اللي قصاد المطبخ. فانتوا مش متخيلين كانت اقل حركه انا بتحركها في المطبخ كانت بتصحيهم، بتسبب لهم ازعاج. لو بعمل اكل الريحه بتاعت الاكل دايما ضاربه في الاوضه عندهم. فاهمين انتوا الحوار ما كانش مريح. فالنظام ده بجد يعني انتوا مش متخيلين احساسي، ان انا حاسه ان انا نقلت بيت جديد، او حاسه ان انا سعيده وانجزت حاجه كان نفسي فيها وحاجه هتريحني. والبني ادم على فكره بيمل عادي، فطبيعي ان الواحد يكون حابب التغيير كل فتره. حطيت لهم السراير، لسه بقى الديكور والحاجات بتاعه تظبيط الاوضه نفسها بصراحه لسه ما عملتهاش، لسه اعملها معاكم الايام الجايه ان شاء الله. انا مهمتي النهارده هي ان انا اقفل على الاوضه اللي فيها الكنب اللي هي الليفنج دي، واقفل افرشها بقى واظبطها الفرش النهائي. شايفين هي الاوضه على طول اللي قصاد المطبخ. بصوا حطيت الكنب هنا، الكوشنز برضه هبقى اغيره في الايام الجايه ان شاء الله. انا بحاول بس الملم الدنيا واخليها كده تبقى كيوتي موتي كده عسوله، وبعد كده الحاجات بتاعه الديكور بقى تغيير الكوشنز والجو ده هنغيرها مع نفسنا براحتنا. بس وعلقت المكرميه دي هنا مؤقتا لحد ما نعمل ان شاء الله المكرميه الجديده، لان الخيط بتاع المكرميه دي كان وحش قوي، كنت مضطره اجيبه لان ما كانش فيه غيره من 5 سنين لما كنت بعملها. ويا جماعه انا عايزه اصدمكم، انا جيت ابتدي في المكرميه الجديده انا لقيت نفسي نسيت المكرميه كانت بتتعمل ازاي. والله العظيم قعدت حزينه شويه حلوين قوي، بس قلت ان شاء الله هرجع افتكر تاني. بجد نسيت موت.
المهم دي الخيط بتاعها ما كانش حلو، فكنت عايزه بقى اعمل واحده يكون نظامها هيكون بصراحه رقيق خالص وبسيط خالص وما فيهوش تفاصيل كتير زي دي. فان شاء الله تعجبكم وهحاول اشاركها معاكم عشان لو حد حابب يعملها، هي تفاصيلها بسيطه وسهله قوي. ان شاء الله هشاركها معاكم في الفلوجات الجايه، بس بعد ما نخلص بقى ايه الترتيبات، لان انا كنت في مرحله انتقاليه عصيبه. انتوا مش متخيلين اقل قلقله في البيت مع المتطلبات اليوميه في المطبخ وطلبات الولاد، فالواحد بيبقى بجد محتاس. الجزء ده حطيت فيه الساعه، وحاسه ان الجزء ده محتاج ترابيزه، محتاج حاجه مش عارفاها لحد دلوقتي، بس يعني ان شاء الله هنكتشفها مع بعض الايام الجايه او نشتريها لو لقيت حاجه مناسبه. وبس انا لملمت بقى كل الحاجات اللي كانت في الارض، والحاجات اللي انا سايباها على المكتبه دي الحاجات اللي انا همسح الرف دلوقتي واحطها على الرف. والشجره دي يا جماعه انا ليا معاها قصه لازم تعرفوها. قصتها ايه بقى؟ قصتها ان انا من حوالي 3 أو 4 شهور كده كنت لقيت الشجره دي في محل هنا اسمه لولا جفت. المحل ده انا نهايتي جايه على ايده بجد، خراب بيوت بس بيبقى فيه حاجات كيوت موت. المهم لقيت فيه الشجره دي، وكان وقتها انا في الوقت ده اللي هو من 3 4 شهور انا فعلا كنت تعبانه صحيا جدا، فبالتالي تعبانه نفسيا جدتين. ففكره ان انا عايزه اعمل ترتيبات في البيت، وعايزه اعمل النظام اللي هيريحني نفسيا، واعمل كده شويه تنقلات كده في البيت اجدد بيها طاقتي وشغفي الحياه تاني ولا بلا بلا والكلام ده. بس فعلا وقتها لو اي حد كلمني في الحوار ده هقول له لا مش قادره، انا بصحى لملم الدنيا علشان بس مش قادره اعمل حاجه خالص في الحياه. فوقتها بقى لقيت الشجره دي عجبتني قوي، والحمد لله ان انا يعني نفذت اللي في دماغي وجبتها في الوقت ده. كان ممكن اقول لا لما بقى اعمل اي حاجه في البيت هبقى انزل اشتريها، وفي الحقيقه انا من اسبوعين رحت عندهم ما كانتش موجوده ومنزلوش زيها تاني. فالقصه بعنوان استغلي الفرصه طالما معاكي. انا في الوقت ده كان الحمد لله معايا الفلوس بتاعه الشجره، وكان معايا رفاهيه ان انا اشتريها. دلوقتي لا، ممكن ما عنديش رفاهيه ان انا اشتريها، وكمان هي مش موجوده في المحل. فبما انها مركونه بقالها مده فانا هديها كده تلميعه سريعه بالوايبس، يعني مش محتاجه غسيل وبس. فمبسوطه ان انا جبتها قوي. انا مش عارفه مين اللي ممكن يكون حصل له زي اللي حصل لي ده. دي بقايا الريموتات يا جماعه بتاعت الشاشه اللي آسر عملها وهو صغير. دي كانت المرحله وهو صغير مثلا 2 3 4 كده، كان بيبوظ في اي ريموت. ده كان الريموت الصغير ده البقايا بتاعته يعني، الله يرحمه. عايزين لحظه صمت وحداد عليه بجد ولحظه صمت وحداد كبيره على الريموت الكبير اللي هو كان يعني بيكون احسن حاجه مع الشاشه برضو، اللي بيكون فيه الزراير بتاعت التطبيقات والحاجات دي. باظ. شكرا 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 بجد. ربنا يعوضنا خير. المهم من فتره جبت ده، وده ما كانش الاصلي وقتها، ما كانش موجود الريموت الاصلي في المكان، فجبنا ده. عايزه اقول لكم ان هو شلل، والله العظيم بجد شلل. على ما انقل من قناه لقناه بتشل. فحاولوا تحافظوا على قد ما تقدروا، وما تديشوا الاطفال وهم صغيرين الريموت. يعني هو دلوقتي خلاص ربنا تاب عليه وما بقاش بيعمل كده، بس خلاص يعني باظوا. شكرا. الاسلاك دي كلها هخبيها دلوقتي لما افرش السجاده. وانا كده رتبت الجزء ده، والادراج ما ترتبتش كلها بصراحه، بس لملمت فيها الحاجات اللي محتاجاها. ففي اي وقت تاني كده انا عايزه بس الملم العكعكه اللي حواليا دي. وبعد كده بقى واحده واحده، وانا مثلا قاعده بتفرج على حاجه افتح الدرج واقعد ارتبه، مش هياخد مني وقت. تمام. دي والدرج برضو اللي تحت في اللي هي الكوشنز، الكفرات بتاعتها والحاجات بتاعه الفرش، فبرضو سايباها هنا. والحاجات دي هحطها فوق على الرف هنا، بس مستنيه علشان المعه.
مؤقتا هحطها هنا علشان مش مقتنعه بيها قوي، بس يعني ايه لطيفه مؤقتا. بس عايزه اقول لكم على الفكره دي، هي معروفه جدا جدا وناس كتير اتكلموا عنها. موضوع اللي هو الدكت ده بتلاقوه عند اي حد بيبيع ادوات كهربائيه. فكرته حلوه يعني. حتى كمان انا عندي دهان باقي، ممكن ابقى ادهنه لون الحيطه بالظبط، فمش هيبقى باين خالص. بس او ممكن اخبيه بالورده كده، فلطيف. انا عارفه انه ده اكتر حاجه هتسالوني عليها وهتسيبوا الفيديو كله هتسالوني على ده، فعشان كده قلت اجاوب عليكم في نفس الفيديو. ايه الحاجه اللي انا فرشتها او عملتها في الارض عندي؟ ده حاجه اسمها باركيه فينيل، او تقريبا معظمكم عارفه دلوقتي لانه بقى منتشر. بس بيكون عامل، بصوا انا مهما احاول اوضح لكم الخامه واللمعه بتاعته ما بيكونش فيه لمعه قوي. النوع ده بالذات احلى بكتير من اللي انا كنت عاملاه في الاوضه القديمه. ده خامته تقيله قوي ومتبطن كده من تحت، من الجزء اللي بيكون ملامس للارض اللي بيتلزق من عليه. هو بيتلزق بالكله، عارفين الكله اللي هي الكله بتتباع في اي محل عند اي حد من بتاع الدهانات والحاجات دي، وبتلزقي بيها المشمع ده في الارض. بيبقى محتاج تحافظي عليه، بيتمسح عادي بس مش هتدلدقي ميه عليه بقى بالكوم، مش هتجرحي فيه بالعفش انه بيكون سهل. مش هتجيبي سكينه يعني وتقعدي تقطعي فيه، هيتقطع يا جماعه، فاهمين؟ بس بجد هو كحاجه بتخلي شكل المكان حلو جدا وبتنقله نقله تانية. لو انت مش عايزه تعملي بقى باركيه او تلزقي سيراميك او تعملي حاجه فيها شقلبانات كتير في البيت، فده بيكون عملي جدا جدا في الوقت ده. بس دي الالوان اللي كانت متوفره منه. كنت محتاره وقتها اجيب انهي لون، فجبت اول واحد اللي انا جبته ده، لان حسيت ان لونه هادي كده وفاتح فواتح. يعني انا عايزه افتح بجد، زهقت من الغوامق، خصوصا ان الركنه لونها غامق. بس ده بجيبه منين؟ من محل هنا في العاشر اسمه الكومي، واكيد ليه فروع تانية في اماكن تانية. بس هو اكتر حد لقيت عنده جودة كويسة، يمكن سعره اغلى من اي حد، بس الجودة عنده حلوة قوي. وسعر المتر منه، المتر عرض مترين، ده بيكون عامل 300 وحاجة، مش فاكر 320 او 350. بتحددي بقى الأوضة هتاخد عندك كام، انت بتاخدي المساحة بتاعة المكان عندك طول وعرض، وبتروحي للي واقف في المحل وبتقولي له انا عايزة افرش الأوضة عندي من ده، هبقى محتاجه كام متر. هو بقى هيفيدك وهيقولك انت هتكوني محتاجه كام متر بالظبط. ده اللي انا عملته. بس دي التفاصيل بتاعته، بجد بيبقى حلو قوي في الاستخدام وعملي جدا. انا معايا بقاله كذا سنه اهو في الاوضه التانية، وبجد ما اشتكتش منه خالص. مفيش غير حته صغيره اتجرحت عشان كنت بشد المكتبه من عليها جامد. وكمان التاني اللي انا كنت حاطه في الاوضه التانية كان ضعيف، ما كانش متبطن من تحت زي ده. ده خامته بصراحه تقيله وتحفه، وتحس ان هي طبيعيه قوي. بس اكتر حاجه يعني اتبسطت منها بعد ما خلصت فرش السجاده، وقلت هرش عليها من المعطر ده اسمه قصر الشيوخ. يا جماعه ريحته عود خطيره، ثباته حلو قوي، وريحته عود ما بتخنقش، عشان انا عندي مشكله من ريحه العود ان انا بتخنق من ريحته او البخور. فبجد ده ريحته ما بتخنقش خالص. الحاجات دي هتلاقوها عند دكان هند 2 على الانستجرام. بجد عندها شويه حاجات، وانتوا بتروحوا تقولها انا عايزه كذا انا عايزه كذا، هي بتوصف لكم اكتر حاجه قريبه لذوقكم او الحاجه اللي انتوا بتحبوها. يعني مش شرط انتوا تروحوا تجيبوا نفس الحاجه دي. فده ريحته عود. وكمان كان من عندها نفس المعمول ده. كنت اول مره بصراحه اجرب المعمول، على طول بجرب البخور، بس المعمول طلعت فكرته برضو جميله قوي، انه ما بيخنقش. يا جماعه انا بجد عندي مشكله من موضوع البخور والحاجات دي، ان هي بعد ما اشغلها بشويه الاقي نفسي اتكتم واتخنقت. فده بقى لما تحطيه على الفحم كده وتعمليه بعد ما بتخلصي ترويق البيت، وتقعدي تعملي لك القهوه بتاعتك او النسكافيه بتاعك، يا سلام، وتشغلي حاجه تتفرجي عليها، مزاج المزاج. بجد اتبسطوا واستمتعوا في حياتكم بتفاصيلها البسيطه. بجد تفاصيل بسيطه اهي بس بتفرق لما تكوني عاملاها زي طقوس كده يوميه. انا يوميا بخلص شغل بيتي، بصلي العصر، بقعد اقرا شويه قران، وبعدين كده اعمل لي القهوه بتاعتي واقعد اشغل البخور ده جنبي. احساس كده يعني، حاجات بسيطه بس بتطبطب علينا في اخر اليوم. تعالى اقول لكم بقى انا عملت غدا ايه النهارده. فكره انقذتني، وبجد انا بقول لكم عليها من سنين ومن زمان جدا بقول لكم عليها، بس مش عارفه بقى مين بيعملها او لا. فمحتاجه ااكد عليكم بجد على الفكره دي، عشان هي بجد من احلى الافكار اللي ممكن اكون بدات انفذها في حياتي من سنين.
ان انا لما باجي اعمل مكرونه بشاميل لازم اعمل صينيه زياده. بقول بالمره بقى انا هسلق مكرونه بالمره، هعصج لحمه بالمره، هعمل بشاميل بالمره. فبروح عامله صينيه صغيره، حتى لو مش هتبقى كبيره قوي زي اللي عاملاها في اليوم بتاعها، بتبقى صغيره شويه، بس تبقى عباره عن انقاذ ليكي في اي يوم انت مزنوقه في شغل البيت، وراكي مشوار ومش عايزه تجيبي اكل من بره مثلا، وراكي شغل لكذا يوم، فاكيد مش كل يوم هتجيبي اكل من بره، فلو جبتي يوم التاني محتاجه حاجه تنقذك برضو لانك لسه مسحوله في حاجات. بس فطلعت صينيه المكرونه دي كنت عاملاها. ومن تجربتي وتجاربي معاها ان المكرونه البشاميل لما بنعملها ونشيلها في الفريزر وتقعد اكتر من شهر، طعمها بيبتدي يغير مهما حد يقول لكم لا 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 مش لا، هي طعمها بيبتدي يغير بعد شهر. زيها زي اي حاجه على فكره، لو قعدت في الفريزر وقت طويل طعمها بيغير، ما عدا الصلصه حبيبه قلبنا دي ما بتغيرش، بس برضو لو قعدت اكتر من 3 شهور بحس بقى برضو بتبتدي تغير كده وتبقى غريبه في الفريزر. المهم بس فانا طلعتها، دي كانت بقالها حوالي 2.5 اسبوع، فكانت طالعه خطيره. انا كنت عملتها في اليوم ده ورشيت على الوش بتاعها جبنه موتزاريلا. المفروض ان انا لو كان الموضوع في دماغي من اول اليوم كنت طلعتها من بدري، كانت هتفك براحتها بقى، وده مهم قوي عشان اعرف ادخلها في الفرن. بس انا حطيتها في الفرن وهي لسه مجمده كده، هتقعد بقى اليوم كله نكمل قاعدين بنستناها تستوي او تفك. فعملت ايه؟ حطيتها على النار، ولعت عليها النار كده على نار هاديه خالص، وبدات وغطيتها ولقيتها، يعني كانت اول مره اجرب اعمل الطريقه دي، لقيتها بدات تفك واحده واحده. وفي ثانيه لقيت مش في ثانيه قوي، يعني بعد نص ساعه مثلا لما فكت خالص لقيت انه المكرونه من تحت بدات تتحمر كده وتاخد لون ذهبي، وده كان مخلي طعمها حلو قوي واحنا بناكلها. هاتولي حد بقى يقنعني ان صينيه المكرونه دي مش معموله النهارده، بجد طعمها تحفه وكانها معموله النهارده بالظبط، والله العظيم. بصوا خطيره، مش قادره اوصف لكم هي قد ايه انقذتني النهارده. الحمد لله. اوعوا في مره تعملوا مكرونه بشاميل وما تعملوش صينيه زياده لاي زنقه زي كده، بس تحفه. إذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يكلفها من البلاء ما لا تطيق. طيب شلون يكلفها من البلاء ما تطيق؟ يعني أنا لما أروح. واخر حاجه تقريبا هشاركها معاكم في فيديو النهارده، ان انا قلت لنفسي يا بنتي يا توشي والله انك تستاهلي مج ايس كوفي كده يرطب على قلبك بالتلج بتاعه. انا بحب التلج في الايس كوفي اكتر من الايس كوفي نفسه. المهم مبسوطه بالحاجات اللي شاركتها معاكم النهارده، يا رب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا وقدرت افيدكم باي حاجه حتى لو بسيطه، واشجعكم على اي حاجه حتى لو بسيطه، ده بيكون هدفي والله. وبس قلت بقى هفني المزاج ان انا اقعد اسمع البودكاست ده لياسر الحزيمي، بحب اسمعه تقريبا كل سنه في نفس الميعاد ده، تلاقوني جبته وقعدت اسمعه، وسبحان الله كل مره بسمعه فيها بستفاد حاجه جديده غير المرات اللي قبلها. فهتلاقوه على اليوتيوب لو لسه ما حدش فيكم سمعه، بجد فايتكم كتير. اسمه ثمانية ياسر الحزيمي، هو هتلاقوه جايب ملايين مشاهدات على اليوتيوب، فهو معروف اصلا، بس بجد ممتاز ومن اكتر الحاجات اللي مش هتحسوا ان انتوا ضيعتوا وقت وانتوا بتسمعوه. يا جماعة بجد اللعبة دي طلعت خطيرة، وبجد بتسحل الأطفال سحلة لذيذة، عارفين اللي هي بتخليهم هاديين كده وقاعدين مركزين. وانتوا عارفين موضوع ان الأطفال تركز في العالم اللي احنا بقينا فيه ده بقى حاجة يعني ايه شاقة جدا، فبجد اللعبة لذيذة موت. انا قاعدة اصلا بلعب بيها، توتو لسه ما صحيتش وانا قاعدة بلعب بيها شوية، لقيتها محطوطة كده فانسجمت بصراحة، لذيذة قوي. هو بالقلم ده بناخد الخرز ده وبنبتدي بقى نركبه، كل لون خرزايه بيكون مخصص برقم معين، بيبقى معروف يعني، بيبقى مكتوب عليها تقريبا من هنا. فمش عارفه يا رب ما اكونش بعملها لتوتو غلط، لان انا لقيتها فاتحه الكيس ده اللي هو اللون ده، وبقيت امشي بقى على الارقام دي، فملمسها تحفه 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 ولذيذه موت. يعني انا من زمان بجد ما عجبتنيش قوي حاجات اطفال او لعب، يعني بس عايزه اوريها لكم، خطيره بجد، حلوه قوي. بعد ما تخلص هتبقى جامده، تخيلوا ده كله لسه هيتركب فيه خرز زي ده، ف
حلوه قوي. ودي بتاعت ايسو، مش عارفه اخلصها ولا لا، بس غالبا لسه، لانه لسه باقي عنده برضو شويه خرز من ده، برضو لذيذه قوي.